ازيكم يا جماعه، اهلا بيكم في فيديو جديد. اكتر 3 اسئله اتسالتها في حياتي هي: اسمك ايه؟ عندك كام سنه؟ بتذاكر ازاي؟ انا رامي مجدي، عندي 18 سنه، وفي فيديو النهارده ان شاء الله هعلمك ازاي تذاكر. جاهزين؟ يلا بينا. وملاحظه مهمه، سواء انت في ابتدائي، في اعدادي، في ثانوي، ثانويه عامه، بكالوريا، اي جي، ايا كان النظام اللي انت فيه او السنه اللي انت فيها، الفيديو ده ليك. جاهزين؟ يلا بينا. دلوقتي يا صاحبي احنا في حاجات كتير قوي كلنا تقريبا بنعملها بتخلينا فاكرين نفسنا بنذاكر، واحنا فعليا بنحرق بنزين على الفاضي. قبل ما تخش فيا شمال وتعمل ديسلايك للفيديو وتطلع، انا عارف انك عملت اللي عليك، وعارف انك قعدت كذا ساعه بتذاكر، وعارف انك حطيت مجهود كبير. حلو، انا معاك في كل ده، حقك عليا. بس فكر معايا ثانيه، بعيد عن حوار القدرات خالص. دلوقتي لو انت واحد قاعد في الشارع بيجري رايح حته معينه، وقاعد بيجري او سايق عربيه او طاير ايا كان، بس مش في الاتجاه الغلط، هل هيوصل؟ شفت؟ خلاص بقى، استهدى بالله، شيل الديسلايك وتعالى نكمل الفيديو. ستوب ثانيه معايا، ملاحظه مهمه قبل ما نكمل الفيديو. دلوقتي متعارف عليه ان كل واحد ليه طريقته المناسبه في المذاكره، وان اي فروقات بعد كده في النتيجه بتبقى سبب القدرات. حلو؟ فقبل ما نكمل الفيديو، لو انت طريقتك حاليا مناسباك وبتحقق بيها النتيجه اللي انت عايزها، والموضوع سهل بالنسبه لك شويه، الموضوع متيسره يعني في المذاكره، ما تكملش الفيديو، انت زي الفل. انما لو انت شايف ان طريقتك مناسبه، ومع ذلك رغم ان انت شايف طريقه مناسبه تيجي تذاكر تحس الموضوع صعب، تيجي في النتيجه تقول انا اخري كده ودي مساله قدرات، فلا، انا مش شايف كده خالص. كمل الفيديو وان شاء الله هتستفيد وهتغير رايك. بس كمل الفيديو. بص يا معلم، اول خطوه محتاج تعملها هي انك تحدد نوع الماده. نوع الماده، واعذر خطي معلش. بمعنى انك اي ماده هتذاكرها في حياتك هتكون متقسمه لحاجه من ال3 دول. هتكون يا اما ماده حفظ، يا اما فهم وتطبيق، يا اما هي لغه. مش فاهم عايز ايه يعني. عايز اقول لك ان لو الماده اللي انت بتذاكرها مثلا هي بايو، هي دراسات، حاجه من هذا القبيل، فدي ماده معتمده بشكل اساسي على الحفظ. هل ده معناه بقول لك ما تفهمش؟ لا، معناه ان 70% من الاسئله مش هتعرف تحلها غير لو انت حافظ المعلومه، لو انت عارفها. معايا؟ بس برضو محتاج تفهم، عشان في 30% من الاسئله معتمده على الفهم. فهل انت محتاج تحفظ بس؟ لا، محتاج تحفظ وتفهم، بس ايه الاساسي؟ ايه الاهم؟ الحفظ. ما ينفعش تخش الامتحان وتقول لي انا فاهم، مش كفايه. بالنسبه لمواد الفهم والتطبيق، فممكن تكون حاجه زي الماث، الفيزياء. المواد دي معتمده انك تكون فاهم كونسبت معين او فاهم الفكره، وقاعد بتحل عليها كتير، بتطبق عليها كتير. هل ده معناه ان ما فيهاش حفظ؟ لا، اكيد في انك تحفظ القواعد، انك تحفظ معلومات معينه في الفيزياء. 70% من الاسئله معتمدين على حاجه معينه، اللي هي في الحاله دي الفهم، والباقي حفظ. واللغه معتمده على الاثنين الصراحه، فيها فوكاب او كلمات جديده دي حفظ، وفيها جرامر او نحو، وده معتمد على الفهم. طيب انا ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان لو انت ما حددتش نوع الماده صح، فانت اكيد مش هتذاكرها صح. معايا؟ يبقى المره الجايه اللي تيجي تذاكر فيها، قولي الماده دي معتمده بشكل اساسي على الحفظ، على الفهم والتطبيق، يعني انك بتفهم وتحل وخلاص، ولا هي لغه فانت محتاج تعمل الاثنين. بص يا معلم، بيني وبينك الحته الجايه من الفيديو هي ارخم جزء في الفيديو كله، عشان ممكن تلاقي ان انا بجيب سيره طريقه مذاكره معينه انت ذاكرت بيها طول حياتك، وتلاقيني بقول لك ان هي مش افيد حاجه او مش احسن حاجه. فلو جيت في اي وقت في الجزئيه الجايه زهقت مني، اتنفخت، تعبت، مش طايقني، عايز تطلع من الفيديو، فنصيحه مني سكيب للدقيقه دي، عشان دي اللي اقول فيها طرق المذاكره اللي ان شاء الله هتفرق معاك. بس واسيبك مع الفيديو. اول حاجه الهايلايتر، ده اختراع ملوش اي 3 لازمه، وهقنعك دلوقتي. الهايلايتر لو انت تستعمله عشان تعلم على الكلام كله وانت قاعد بتقرا، على اساس ده بيساعدك تركز اكتر او تحفظ او كده، فاحب اقول لك ان هي استعملته ما استعملتوش تقريبا نفس النتيجه، نفس التركيز، لو مشيت بصباعك نفس الفكره بالظبط. لو انت بتستعمل هايلايتر من كذا لون وكده عشان تخلي الصفحه شكلها حلو ويفتح النفس على انك تقعد وتذاكر كذا ساعه وكده، فمش حاسس انها حاجه مهمه قوي، لسبب ان دلوقتي اغلب الكتب الخارجيه اوريدي متقسمه ومتلونه، وكتب المدرسين بقت نفس الفكره والملازم،
وكل الحاجات دي خلاص بقت شكلها احسن، فحيث انك تقعد تلون عشان بعد كده يجيلك نفس تذاكر، ما اعرفش، مش حاسس ان هي افيد حاجه في الدنيا يعني. ده غير ان انا وانت عارفين انك بعد ما تخلص تلوين هتروح تاخد بريك وما تقولش لا. 3، لو انت فعلا بتستعمل هايلايتر عشان تعلم على الحاجات المهمه، او لو الكلام كله ورا بعضه فانت عايز تقسمه، فانا معاك، انت معاك حق نسبيا يعني. بس زي ما قلنا لو وصلت للدقيقه دي، لو وصلت لها هتلاقي طرق مذاكره افيد، او على الاقل هتكون استفادتها اكبر في وقت اقل. تاني حاجه الباسيف ريدنج او قرايه الجرانين. دلوقتي هسالك سؤال، هل انت عمرك في حياتك عدى عليك مدرس قالك تذاكر ازاي؟ لا، هتلاقي كلك بيقولك ذاكر الحته دي، ذاكر الجزئيه دي، ذاكر الدرس ده. فتساله اذاكر ازاي يا مستر؟ يقول لك اقرا. فتيجي تاني يوم قاري يسالك على حاجه تكون ناسيها، يقول لك انت ما ذاكرتش ولا ايه؟ تقول له يا مستر ذاكرت قريت. يقول لك اقرا تاني وتالت. فتيجي تاني يوم قاري تاني وتالت، يجي يسالك عليها ما تفتكرهاش، يقول لك ما ذاكرتش ولا ايه؟ تقول له يا مستر قريت مره واثنين وثلاثه، يقول لك اقرا 10 20 100 لحد ما تحفظ، عشان التكرار بيعلم الشطار. هو ما حق في اخر جمله، بس في المطلق لا، هو غلطان جدا. قرايه الجرانين او انك تقرا عامه، ماسك الكتاب وقاعد بتقرا بتصم بتقرا، ده استفادته قليله قوي قوي قوي. البديل بتاعه هقول لك في الدقيقه دي، عارف نفختكم معلش. تالت حاجه المذاكره بالكتابه. دلوقتي انا اعرف ناس كتير جدا بتعمل ايه بالظبط؟ تفتح الدرس قدامها، تفتح ورقه فاضيه وتقعد تقرا الحاجه بصوت عالي وتكتبها، تقرا وتكتب كانها بالظبط بتنقل الدرس، او هي فعليا بتنقل الدرس. ده يا معلم على ايامي كان اسمه عقاب، كنا بنلبسه في تانية ابتدائي لما المدرس يكون زعلان مننا، يقول لك انقل الدرس ده 5 مرات. هل ده بيساعدك تحفظ المعلومه؟ لا، مش بيثبتها ولا حاجه. حلو، او انا معاك، اي سواء الطريقه دي او اللي قبلها ممكن تساعد، بس قليل قوي مقارنه بالحاجات اللي هتتقال بعد كده. انك تنقل الدرس كذا مره يعني مش هيثبت قوي على قد ما هيوجع لك مفاصلك. رابع عاده يا معلم، ودي اسوأ واحده فيهم واكتر واحده منتشره واكتر واحده عندي معاها مشاكل، مع احترامي للبومودورو تكنيك وفيديوهات الاستاديو بزميل 500 ساعه والجو ده، جمله انا هقعد دلوقتي اذاكر 10 ساعات دي جمله غلط. جمله هذاكر 5 ساعات برضو غلط. هذاكر ساعتين، المبدأ بتاع هذاكر عدد معين ساعات ده غلط، وهقول لك ليه. لو انا دلوقتي هذاكر او هذاكر 10 ساعات، انت فعليا مش بتذاكر لمده 10 ساعات، انت قاعد على المكتب باصص للكتاب وهو باصص لك لمده 10 ساعات. هل انت بتذاكر طول الوقت ده؟ اصلا ده رقم تعجيزي، مش منطقي حد يعرف يذاكر 10 ساعات، على الاقل مش باستفاده كامله يعني. وبعدين دلوقتي لو انت جيت في يوم كان عندك دروس قليله اللي اتاخدت، يا دوب حليته على كام حاجه، ما شرحش فيها كتير، تقريبا ما خدتش حاجه، لو انت رحت البيت فانت مده ساعتين تذاكرهم ده كتير قوي، اصلا تحس انك ما خدتش حاجه عشان تذاكر ساعتين. وتيجي يوم تاني تكون واخد فيه دروس بالهبل وكلام كتير، وكل المدرسين كل واحد دخل خلص لك درسين، ساعتها لما تروح البيت الساعتين دول مش هيكفوا، تحسهم قليلين فتزود. اذا فهي ملهاش دعوه بالوقت. وتتحسب ازاي؟ هقول لك دلوقتي حالا. ده اهم جزء في الفيديو بعيد عن الهلس اللي فات. لو انت بجد من اول دلوقتي ركزت، فانت ان شاء الله فترتك الدراسيه الجايه هتكون احسن من اي حاجه عدت عليك قبل كده. بص يا معلم، ازاي تذاكر بجد، ازاي تذاكر باقصى استفاده ممكنه في اقل وقت ممكن. حاسس ان الكلام كله انا فاهم جو كليشيهات وعناوين يوتيوب وكده، بس صدقني الكلام كله بجد. اول نصيحه، بدل الحاجه اسمها باسيف ريدنج او قرايه الجرانين، في حاجه اسمها اكتيف ريكول، مش فاكر اسمها بالعربي الصراحه، وهي انك بدل ما انت بتقرا وخلاص من غير ما تفهم، ازاي تتاكد انك فاهم؟ بعد ما تقرا باراجراف معين او حته معينه من الدرس، اقلب الكتاب خالص، مش عايزه يكون مفتوح قدامك اطلاقا عشان حوار النقل ده، واشرح اللي انت فهمته. عايز تشرحه في الهوا لنفسك، تشرحه لحد، تكتبه في ورقه باسلوبك انت، ده المطلوب عشان تتاكد انك فاهم. لو ما عرفتش، منطقي جدا، فانت يا اما مش فاهم يا اما انت فاهم بس في كلمات معينه انت مش فاكرها، فهترجع تفتكرها. ده اسمه الاكتيف ريكول. عشان انت الامتحان مش بيسالك هل انت قريت المعلومه، لا، هو بيشوف انت قادر تفتكرها ولا لا. ده اللي الاكتيف ريكول بيعمله، بتحاول تسترجع المعلومه من دماغك. يبقى زي ما قلنا، هتقرا جزء معين، باراجراف معين، الدرس كله ايا كان حسب ما تيجي معاك ساعتها، يستحسن باراجراف معين، وتيجي في ورقه فاضيه او تكلم حد او تتكلم في الهوا تشرح الجزء ده باسلوبك انت، ما عدا لو في حته حفظ بالظبط، سواء كانت معادله كيميائيه، نص حفظ في العربي كده يعني، لو مضطر تحفظها بالحرف ساعتها بس تسمعها بالحرف، غير كده سمع باسلوبك في اي ماده. ده ببساطه هو الاكتيف ريكول، وهبقى احاول اتكلم عنه اكتر شويه في الفيديوهات الجايه. تاني حاجه وتكمله حوار الاكتيف ريكول، قلنا من شويه حوار المذاكره بالكتابه اللي هي معظم او كل الشعب بيذاكر بيها. بص، جمله المذاكره بالكتابه او مصطلح المذاكره بالكتابه مش احسن حاجه، الاحسن منه التسميع بالكتابه. ايه الفرق؟ انا مش فاتح الكتاب وبنقل منه، انا بعد ما قريت، بعد ما فهمت الدرس وشرحته لنفسي وعملت كل الكلام ده، بقلب الكتاب وبسمع كل اللي انا فاكره.
طول ما انا مش شايف المعلومه قدامي بس بكتبها هعرف ايه اللي انا مش فاكره، فده هروح افتكره. والحاجات اللي انا فاكرها وسمعتها دي اللي بتثبت بجد. ده الفرق بين اتنين بيذاكروا بالكتابه، واحد تلاقيه متدحيحه ولانه مش بحب الكلمه دي، وواحد ما استفادش قوي. تالت حاجه، فاكر لما قلت لك ما تذاكرش بالوقت، ما تقولش هذاكر 5 ساعات 10 ساعات ساعتين ايا كان الكلام ده. ذاكر بالتاسكات او بالمهمات. بمعنى ايه؟ حدد دلوقتي انا هقعد اذاكر 1 2 3، مش هقوم غير لما اخلص 1 2 3 دول. خلصوا في نصايه، خلصوا في ساعتين، خلصوا في 5، مش هقوم غير لما الاقي نفسي خلاص تعبان مش شايف قدامي مش قادر اكمل، اقوم اريح شويه بعد كده ارجع. فخليها بالتاسكات مش بالوقت، عشان اليوم اللي تاخد فيه معلومات كتير هتحتاج تذاكر كتير، وعندك امتحان تاني يوم مثلا تقدر تذاكر كتير. انما لو ما خدتش حاجه النهارده، هذاكر ليه يا عم؟ روح العب او استفيد من وقتك يعني، بس ما تقعدش على المكتب ما تعملش حاجه. رابع حاجه، دلوقتي انا عارف ان احنا كلنا بعد ما ذاكرت الحاجه النهارده يا معلم، جيت بكره مش فاكرها، جيت اخر الاسبوع مش فاكر حاجه، جيت قبل الامتحان ولا كاني عديتها درس اصلا، مع اني ساعتها قريت الدرس وحليت اسئلته وكنت زي الفل. ايه الفكره في كده؟ ده هو السبب، الفورجيتنج كيرف. ما هو الفورجيتنج كيرف؟ الفورجيتنج كيرف يا سيدي بيقول لك انك لو دلوقتي عرفت معلومه، لو انت ذاكرت الدرس مثلا دلوقتي فانت عارف منه حوالي 100%، انت فاكر كل حاجه. تاني يوم بعدها ب 24 ساعه بس هتكون مش فاكر غير 50%. ايه ده؟ يعني نص اللي انا ذاكرته بكره هكون ناسيه؟ ده عادي جدا. طب لو كملنا لاخر الاسبوع، يا نهار ابيض، ده انت كده مش فاكر غير 10% بس من اللي انت ذاكرته. يعني يا دوب بتشبه على الدرس. الله، طب احنا ذاكرنا ليه لو هنيجي في اخر الاسبوع مش هنفتكر حاجه؟ خلاص ما نذاكرش احسن. حلك عندي. الحل في حاجه اسمها السبيسد ريبيتيشن او التكرار المتباعد. ده فكرته ايه؟ ان احنا دلوقتي بعد ما ذاكرنا الحاجه وبقينا فاكرينها 100% وجينا بعدها بيوم نزلنا ل 50%، نبص تاني على المعلومه بسرعه، نراجعها، نقراها تاني على السريع. معايا؟ مثلا لو انت ذاكرت حاجه وجيت تاني يوم تكمل الدرس، فانت قبل ما تكمل 5 دقايق كده قول هو احنا كنا قلنا ايه امبارح، وحاول تفتكر، ولما تفتكروش ارجع اقراه. ده هيخلي المعلومه ترجع تاني تكون 100%. 5 دقايق بس قبل ما تكمل مذاكره. وفاجئك المره دي هتقعد وقت اطول بكتير على ما تنسى المعلومه، ممكن 3 4 ايام فاكرها. هتيجي اخر الاسبوع هتكون نسيت شويه برضو. فلو بصيت تاني على المعلومه في اخر الاسبوع، سيبنا من المكتوب تحت خالص ده، لو بصيت عليها تاني في اخر الاسبوع هترجع لل 100% تاني. وبرضه بقول لك المراجعه دي مش هتحتاج اقل من 5 ل 10 دقائق بالكتير. المرات دي هتفضل فاكرها لحد الشهر اللي بعده. انت ذاكرت الحاجه مره النهارده، بكره قبل ما تكمل رجعت عليها بسرعه، جيت في الويك اند حاولت تراجع الدرس كله سريعا، تيجي مره في اخر الشهر قبل امتحان الشهر او الشامل ايا كان تقوم راجع الدرس مره كمان، هتفضل فاكرها لحد قبل الامتحان على طول. هنا يجي وقت مراجعه ليله الامتحان. مراجعه ليله الامتحان، بنراجع ليله الامتحان مش بنذاكر المفروض يعني. يبقى ملخص الموضوع ان انت طبيعي انك تنسى الحاجه، عادي جدا. مفيش حد طبيعي بيذاكر الحاجه النهارده ويقدر فاكرها لحد الامتحان. طب الحل ايه؟ انك الحاجه اللي ذاكرتها النهارده لما تيجي تكمل على الدرس حاول تراجعها في اقل من 5 او 10 دقايق قبل ما تكمل، وفي اخر الاسبوع حاول تراجع الدرس كله، في اخر الشهر مره اخيره، والمره اللي بعدها قبل الامتحان. جربها وهتدعي لي. ولو حصل وما التزمتش بالجدول اللي احنا لسه قايلينه ده بتاع انك تذاكر المعلومه وتفتكرها تراجعها مره بكره، مره في اخر الاسبوع، مره في اخر الشهر، مره في اخر الترم، فعادي جدا متوقع الصراحه. المهم حاول كل ما تنسى معلومه تراجع عليها بسرعه. اخر نصيحه في الخمسه قبل ختاميه الفيديو احب اقول لك حاول تذاكر بذكاء. يعني ايه؟ مش قصدي حاجه، قصدي ان لما تيجي تحفظ مثلا حاجه معينه، فانت بدل ما تحاول تحفظها هي بالكلمه والجو ده، فساعات بيبقى في تريكات بتساعدك. ممكن تاخد اول حرف من كل حاجه في الليسته وتعمل منهم كلمه عشان تفكرك بعدين. ممكن مثلا تاخد كلمه معينه من كل سطر وتعمل منها حدوته او قلشه او ايا كان. الحاجات دي بتساعدك تحفظ جدا. ودول واكتر حاجات اكتر بكتير هتكلم عنها ان شاء الله في فيديو جاي اسمه مش عارف احفظ. ده لو الفيديو ده لو اي حد فيكم استفاد باي كلمه فقول لي وابدا اعمل في الفيديو الجاي اللي هو ازاي احفظ. بس قبل ما اقفل الفيديو اخر حاجه بس عايز اقولها لك، ان كل النصايح اللي قلناها، الحاجات اللي عايزين نبطلها والحاجات اللي عايزين نعملها، انت صعب قوي 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 تعمل كل ده في نفس الوقت. تقريبا ما حدش يقدر يعمل كده. انا شخصيا بقول لك الفيديو بقول لك النصايح، ما كانش في وقت في حياتي عرفت التزم فيه بكل الكلام ده. عادي احنا بني ادمين. امال انت مطلوب منك تعمل ايه؟ تحاول على قد ما تقدر تلتزم باكبر عدد ممكن من الحاجات دي. لو جمعت اكبر عدد منهم عرفت تلتزم بيه، صدقني 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 ان شاء الله كده كده النتائج بايد ربنا، بس صدقني ان شاء الله هتكون عملت اللي عليك وزياده، وان شاء الله ربنا هيكرمك في النتيجه.
بس ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم. وهذا طبعا منتخب مصر عشان كاس العالم وكده. الفيديو ده متصور بعد ماتش بلجيكا على طول، انا ما اعرفش اعمل ايه بعد كده. وبس، لو استفدت اي حاجه قول لي. سلام.